ايوه عواف يا ست هدى. ازيك يا عم علي؟ عامل ايه؟ ايه انا عايزه ابقى 10 جنيه النهارده. عينيا يا ست هدى. استنى يا عم علي. ايه؟ انا هاخد الصابون كله. يعني ايه هتاخد الصابون كله؟ في ايه يا عم علي مالك؟ بس انا هاخده كله وهحاسبك. انا موعد السكان اجيب لهم هينضفوا بايه النهارده؟ لا يا عم علي هحاسبك. انت كده هتزعلي السكان مني. مش هزعل. طب في انا دلوقتي موعد السكان اجيب لهم صابون عشان هينضفوا السجاجيد. كل سنه وانت طيب، العيد داخل. تمام. الست هدى بقى عايزه تاخد الجرده كله بالصابون بالحاجه كلها. طب اقول للسكان ايه بقى ان شاء الله؟ هتاخده مش هتحاسبك عليه يا سيدي هتحاسب بكل حاجه، بس انا مش عايز حد يزعل. خلاص يا عم علي. ايه بتقول لك؟ قلت لك يا عم علي هحاسبك. يعني قدامك اهو هتكرمني. هو انت مالك متعصبه كده ليه؟ انا عارف ماسكه في الجرده القوي. له الجرده. لا ما ينفعش اسيبه في الجردل، انت مش فاهم حاجه. اصبر. عايزه الصابون كله هتعمل هتغسل البيت كله. ها ده يغسل 300 سجاده. يا بنت انت قافشه في الجردل يا كده عم ليه؟ هتعملي ايه بالجردل؟ يا عم انا عايزه خلاص، الصابون. طب هتكرميني ورايا غسيل ومواعين وسجاد قدام محمد بيه اهو. انا هكرمك. خلاص يا العيديه ها خلاص يا وحق عم. الجردل. خلاص يا عم علي. امر الله. اروح اجيب دفعه تانيه سلام يا للسكان. عم علي. كل سنه وانتم طيبين. سلام يا عم علي. سلام. انت ايه ما بتفهمش؟ مين؟ ايه حوار الجردل؟ كنت عايزني اسيب كل ده؟ بص الدهب قد ايه والسلاسل انا والخواتم. عايز افهم بس. انا عايز افهم حاجه دلوقتي. الدهب ده ايه اللي جابه في قلب ما الصابون؟ اعرفش. هو بيطلق الصابون لقيته في وشي. الله. بس بقول لك ايه اسمعيني بس. قول. انا خايف من ايه بس؟ يا ست اسمعي. احنا برضو ما نضمنش. انت بتلبسي كده وخلاص. ايه قدر الحاجه دي صاحبها شقيان فيها تكون وقعت بالغلط في قلب الصابون. هو احنا كنا سرقناها ولا خدناها من جيب ربنا بعته لنا في الصابون واحنا كنا نحلم؟ وبعدين يا عبيط بس ده كتير قوي يا عم. استنى بس. وبعدين يا عبيط انا مش هاخده لوحدي. انت النص وانا النص. تجيب اللي انت محتاجه وانا اللي محتاجاه. ده انا هعيط. لا والنبي ما تعيطش. صدق يا بيضه صدق. يعني ده هيتقسم بينا انا وانت؟ ايوه طبعا. انت لسه هتفكر. اوه الله يا لهوي على الجمال والحلاوه والطعم. لا تعالى نرجعهم. نرجع ايه؟ اوعى تقول لي نرجع حاجه. انا بقول لك اهو. بص ايه هم دول يعملوا لهم كام كده؟ استنى الباب بيخبط. بقول لك ايه؟ خبي بسرعه. هيتقسموا بينا لو انت. لو اي حد قال في حاجه هنا احسك عينك. دول يعملوا كتير. هيعملوا كتير قوي. طب هيتقسموا بينا انا وانت صح؟ طبعا يا عبيط. طب انا هاخده لوحدي؟ اسمع. اذا كان كده ماشي. بص الباب بيخبط. حسك عينك تقول ان في هنا حاجه. ما شفناش وما سمعناش. قوم افتح الباب. ماشي. ربنا يستر. ايوه مين؟ لا مؤاخذه يا استاذ محمد. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. لا مؤاخذه بس بلقب يعني حصل كده سوء تفاهم بسيط كده. اكيد انت جاي عشان خاطر الجردل. اتفضل اهو. سعاده الباب مش ينفع نتكلم على الباب كده. الجردل فاضي اهو. خلاص مش خدنا الجردل الصابون ده بصراحه يعني. بس احنا مش هينفع نتكلم هنا. ممكن نتكلم ممكن بس جوه عشان الجيران والناس. يا سعاده الباب معلش هو سوء تفاهم بسيط حصل كده. خش تعالى يا بنتي. لا مؤاخذه يا ست هانم. خش يا استاذ محمد على الازعاج. على ايه بكم ومطرحكم والله. بقى جارتكم حبيبتكم. معلش بقى انتوا عارفين لعب العيال. البنت عملت غلطه جامده. عملت ايه؟ عشان بلعب بدهب ماما كانت مفكره لعبه فحطيته في صابون عمو علي. وحضرتك عشان كده قفشت في الصابون وعايزه تاخديه كله. ايه يا عم علي الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ قفشت في ايه؟ انا الصابون عجبني فخدته. احنا حد الله بينا وبين الحرام يا عم علي. احنا الحاجه اللي تخش بيتنا حرام ترجع تاني لاصحابها. نفهم ايه من كلام حضرتك انك جاي تشيلنا في قلب بيتنا حق؟ لا ده جاي يسرقنا كمان. مش عارف ايه ده. كده دي خدت الصابون بالجردل. طب هتعمل ايه بالجردل اذا كان في حاجه؟ اوعي تكوني حذفتيه من الشباك يا حبيبتي ولا حاجه. عم علي استني يا حبيبتي. عم علي انت مفضي الصابون بنفسك وما كانش فيه ايتها حاجه. جه منين الذهب يا اخويا؟ ايوه وانا كمان ساعدتها عشان العمود الفقري عندها تعبها وبتاع. ايوه العمود الفقري. ما بصيتش في الجردل يا جماعه. طب جايز بصوا كده في الجردل. بقول لك غسلنا ومسحنا وروقنا بالصابون. اكتر من كده ايه يا عم علي؟ بعدين يا استاذ محمد ده بينكروا. هنعمل ايه بقى يا استاذ نور؟ والله يا جماعه انا مش مصدق بجد. يا جماعه ازاي اكدتوا؟ اكدنا. لما تتكلم يا محمد. طب فين الجردل؟ الجردل اللي وديتيه فين؟ مسحنا ومليان اهو في الحمام جوه ميه. البت مش هتكذب يعني. يعني البت مش هتكذب واحنا اللي هنكذب يعني يا عم علي؟ هنكذب. بصوا في الصابون كده.
عارفه مكان الدهب فين وقعدت اعمل لك كده. طب قوم هاتيه قوم هات الجردل. انت رايحه فين يا بنت؟ هتجيب الجردل اللي فيه لا الدهب. استنى. سيبيها. هات يا بنت الجردل اللي فيه الدهب. هاتيه. هات الجردل يا بنت. هاتيه وسيبيها. سيبيها معايا. نهار اسود. لا لا لا. اوعى يا مجرمه. يلا اطلعي. في ايه يا عم علي؟ يا عم علي حرام عليك. الحمد لله كده يا عم. ايه حاجتك وصلت لك؟ ها يلا السلام عليكم بقى. 60 سلامه. هو انت ازاي كده؟ قوم يا عم. ازاي قوم يا عم. اطلع بره اطلع بره مش طايق حد حسب الله ونعم الوكيل فيك. اطلع بره اطلع. ده حاجه تقرف. ايه القرف ده؟ انت عشان تحطي الجردل جنب الكنبه؟ هو انت في ايه؟ اسكت. هو انا عبيط عشان احط لهم الجردل جنب الكنبه؟ الحاجه دول بيخبطوا تاني. لا اخليهم يخبطوا. احنا ما ايوه. ايه تاني؟ بص بقى احنا مش هنمشي غير لما ناخد الذهب. فاهم؟ اوعى كده. طب امال انت خدت ايه؟ اوعى ها؟ اوعى انت كده. انت رايح فين؟ ايه الناس المجنونه دي؟ احنا بقى مش هنمشي. احنا قتله الا لما نجيب الذهب. طلعوه بقى. يا متخلف انت. كل شويه الذهب ما فيه. تكلمش مراتي كده لو سمحت. بقول لك انت ما تعرفنيش. انا من البغاله. العجليه اهي. هجيب لكم ساي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الله الله يا عبد الله. الذهب اهو بتاعك اهو. ظهر الحق. انزلي يا لوجي هاتي بقيه الذهب. الحمد لله ظهر الذهب. ظهر الذهب. وحسب الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاثنين. يلا يا لوجي الف مبروك. يلا روح يا بعيد. منك لله ضيعت عليا الذهب. ضيعت عليا ان انا كنت هجيب كل حاجه حلوه نمسك فيها. حرام انت هتاكلها من الحرام. كلها لقمه حلال. يا شيخه روحي. واحنا لاقيين حرام ولا حلال؟ مصيبه ايه السودا دي؟ ابعد عني يا بنت. انا مش طايقاك وعفاريت الدنيا بتتنطط. ربنا هيحاسبك اسئله تعملها عندك كده. يلا يا حراميه. فهمت يا سيدي؟